تفتكر لو جالك الفرصه ان انت تطور الباك باك هتعمل فيها ايه؟ يعني احنا على مدار السنين اللي فاتت شفنا بقى اضافه جيوب زياده، شفنا ان هم بيحطوا فيها مخرج يو اس بي عشان الباور بانك اللي موجود جواها. كل شويه بيحاولوا ان هم يخلوا الباك باك دي تستفيد منها اكتر استفاده ممكنه. ولكن النهارده هم عملوا فكره مش جديده الصراحه، ولكن طوروا فيها لمسات كده عجباني. فاحنا النهارده هنتكلم عن اير باك، الشنطه اللي اشتراها قبل ما تنتج 1570 بني ادم. ازيكم؟ انا محمد علاء، وده مين عاوز فلوس. انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس. طب مسعود انا عاوز فلوس وانا عاوز برضه ايه يعني. خلينا نتكلم على اير باك، وعايز اقول لكم ان هم معرفينها ان هي باك باك with built in compression technology، يعني حاطين فيها تكنولوجي تقدر ان انت بصوا اسمعوا بقى، نفس الحجم ده تقدر تشيل في نفس الحجم 50% ازيد. وانا شايف الصراحه مش دي بس الحاجه اللي عجبتني، يعني بما اني بسافر كتير وبتاع، فكره ان انت تجيب شنطه يبقى فيها كل الاوبشنز اللي انا هتكلم عليها النهارده هتتبسط. الاوبشنز كلها حلوه وقديمه ومتفرقه، حطوهم في شنطه واحده، بقت هي شنطه واحده بتشيل 50% زياده. انا عايز اقول لكم شنطه الظهر عادي بتشيل لغايه 60 لتر، انت متخيل؟ هم واخدين 351 الف يورو. خلينا نتفرج كده على الفيديو. طبعا هو في الاول بيبدا يحدد لك المشكله، بيقول لك ان انت وانت مسافر بيبقى عندك مشكله في حجم اللبس بتاعك. ايه رايك بقى لو جبنا لك شنطه تقدر انها تساعدك؟ هي دي بقى الفكره اللي بقول لكم عليها، ان هو قسم الشنطه جزئين، والجزء اللي بتحط فيه اللبس بيتشفط. بيقول لك كل حاجه انت ممكن تحتاجها في شنطه واحده. الصراحه شنطه حلوه، يعني انا اشتريها الصراحه، شنطه جميله جدا. فكره ان فيها مكان لللابتوب، وفكره ان فيها مكان لللبس، وفيها اللي هو الجزء الشفاط ده اللي هو بيشفط الحاجه. عشان يقدر ياخد حجم اكبر من اللبس. جامد والله، لا جامد. بس طبعا اظن وزنها هيبقى اتقل. مكان للنظارات ومكان للسماعات. وضد المية طبعا، دي حاجة من الحاجات الحلوة. ووتر بروف. ورا في مكان لللابتوب واي كتب. ويقول لك انها مريحة جدا للشيل. حلو والله، حلو، انا مقتنع جدا على فكرة. دي ممكن تحطها في الترولي. وهنا في هيدن بوكيت عشان لو عايز تحط فيه الباسبور والموبايل بحيث ان هو لا قدر الله ما يتسرقوش. وده لوكر كده لللابتوب، ومكان للبوتل. دي بقى من الحاجات الجامده جدا، فكره الويت، عشان تبقى عارف الويت بتاع الشنطه دي قد ايه عشان تقدر تطلع بيها الطياره، او سواء انت تحطها في بطن الطياره يعني. عاملين تشارجر يو اس بي تايب سي ويو اس بي عادي. دي برضو جديده ما كناش بنشوفها قبل كده. المكان اللي جوه ده بقى اللي هو مكان الجزم، هو مصمم ان هو ما يبقاش يعني الماتيريال بتاعته ما بتطلعش ريحه. هي حاجه جامده جدا الصراحه، وشنطه يعني تستحق لاي حد بيسافر او اي حد بيتحرك كتير ومحتاج يحط حاجات كتير في الشنطه. انا فعلا يعني بحب اعمل كده، بحب ابقى شايل شنطه واحده بس حتى في السفر، لان ما بحبش بقى ادخل الحاجات بقى على السير والكلام ده، ولا قدر الله ممكن يحصل لها اي حاجه تسرق. ولكن لا، الموضوع جامد جدا، ووفرت في الحجم والمساحه، وفيها بوكيتس كتير، وفيها كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، سواء بقى مسافر حاطط معاك لبسك، سواء كان معاك الالكترونكس بتاعتك. وفكره الميزان دي فكره مبتكره، وفكره الشفاط الصراحه فكره مبتكره يعني. جامد. قلت لكم 1570 بني ادم، خد 351 الف يورو. اوكي، 1000 يورو ده كتير جدا على فكره. هو على فكره الاستيميتد ديليفري هي اتسلمت، بدات تسلم للناس. اوكي، في منها الوان كتير، اخضر وازرق ومش عارف ايه واحمر. ادي يا باشا، بص، اتس اول اباوت. ماشي، اول حاجه ان انت كومبريشن تكنولوجي، ماتش مور سبيس، ووتر ريزيستنت، ان هي ضد الميه. ثالث حاجه انتجريتد جواها ويت هاندل، يعني الهاندل نفسه بيوزن الشنطه.
وارجونوميك ديزاين عشان يحافظ على ظهرك، ودي حته مهمه جدا لان انت هتضغط الحاجه جوه فالوزن هيبقى تقيل. ففكره ان الديزاين يبقى كومفورت دي حاجه حلوه. هيدن بوكيت ده موجود يعني، ديورابل وسستينابل تمام، واودر فري، مفيش ريحه جوه الشنطه، فيها يو اس بي تايب سي يعني فيها الاثنين، ودي حاجه برده من الحاجات الحلوه. طبعا ده بتركب له جواه باور بانك جوه، ويبقى ده المخارج بتاعه الباور بانك. اوكي بيقول لك ان في تي اس اي ابروفد لوك عشان اللابتوب، وليها ترولي، مكان للترولي زي شنط عاديه بس برده مجمعين كل الحاجات الحلوه. الترا لايت ويت، خفيفه جدا، ومكان لللابتوب، ودرينكينج بوتل ليها مكان للبوتل، وبريميوم كواليتي طبعا لانها ب 150 يورو، ب 10000 جنيه. والله مش غالي قوي مش غالي قوي على فكره. يعني هي بيقول لك اصلا هي للليفنج لو انت عايش عادي، والديلي يوز والترافل اسينشال والاوت دور ادفنتشر. وطبعا في فيديوز هنا بتنصح ازاي الناس بقى ازاي تستخدمها وتفتح المكان اللي هو الفالف ده عشان تسحب منه الهواء. السايز بتاعتها من 22 لتر لغايه 60 لتر، مش لغايه 60 لتر. هي كمان ال 60 لتر دي اكستندد. انا بس عايز افهمك على حاجه، في 22 لتر صغيره، وفي واحده بتكبر شويه 45 لتر، في واحده 60 لتر اللي هي بقى بتكبر وبتتشفط على حسب انت احتياجاتك عامله ازاي. شوف انت محتاج ايه من الحاجات دي، لان في واحده ب 149، واحده ب 199، وفي واحده ب 300 يورو، تقريبا 18000 جنيه. ولو اشتريتها بالكمبريسور، لا هي بالكمبريسور ب 18000 جنيه. اوكي الكمبريسور لوحده لو انت عندك اللي هو بتاع اللي بيشفط، لو عايز تشتري الكمبريسور لوحده هو سعره $70، ودي حاجه من الحاجات الحلوه لو انت عايز تفند يعني الناس. هي شكلها بريميوم الصراحه، وفكره ان هم جايبين كل الحاجات الحلوه، وفكره الميزان حلوه، وفكره الكمبريسور حلوه، وفكره انها بريميوم كواليتي لا موجوده عادي في كل حاجه. فالصراحه هم فكره حلوه، هم يطوروا فيها يعني. فانتوا شاركونا كده في الكومنتس وقولوا لنا هل الموضوع ده تشتروها يعني ولا ما تشتروهاش. يعني هم طالبين لسه فند بيعملوا فيرجن 2 فيرجن 3 وهكذا. فهل انتوا تشتروا هذه الشنطه وهل هي مفيده ولا مش مفيده؟ انا اشتريها. انا استهلاكي، حاسس انها استهلاكي جدا، بس هي حلوه والله. انا بحب الشنط على فكره، انا بضعف قدام العدد والشنط. شاركونا برايكم كده وقولوا لنا ايه رايكم في الشنطه دي. وما تنسوش ان دريم 2000 عامل فلاش سيل على منتجات مختاره لغايه اخر شهر رمضان، فخشوا شوفوا كده في اللينك كل البرودكتس اللي موجوده والديسكاونتس اللي عليها، وقولوا لنا هل الموضوع جامد ولا مش جامد. لا ما تحطيش ميكنج، ما تحطيش ميكنج يا نهاد. انا قاعد شغال السماعه يا عيني هتحط السماعه تروح سامعك. يلا والله تعبان يا همام. طب انا ابط ايه؟ مش مهم بقى، المهم الحاله النفسيه. النفسيه انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله.